يانا يما على اللي حصل لي وجرالي. تعالوا شوفوا الكارثة اللي حصلت لي قبل الوقفة بيوم. انا عارفة ان الفيديو ده نزل متأخر، ولكن معلش بقى، انتوا عارفين بقى ايه شغل العيد، وعقبال الواحد ما خلص اللي وراه. عايزة اقول لكم ان انا قبل الوقفة بيوم ده كان عندي بلاوي متلتلة، عندي حاجات كتير. وعايزة اقول لكم حلة ورق العنب اللي انا موريها لكم دي، ده انا كنت عاملاها عشان افطر بيها العيال يوم الوقفة. بس اللي حصل اني فطرتهم بيها قبل الوقفه بيوم. عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده كنت صايمه ورحت مشاوير، وعايزه اقول لكم اليوم ابتدى ازاي وانتهى معايا ازاي. بصوا مبدئيا كده حطيت، كانت المغرب قربت خلاص بعد الكوارث اللي انا شفتها طول اليوم. فخدت حله ورق العنب دي، قلت لا والله العظيم لا اسويها، انا خلاص بقى استويت النهارده. وده كان كيلو سمنه بلدي كان في الفريزر عندي، كانت خالتي جايبهولي وقلت اسيحه عشان خاطر العيد. شايفين بقى السمنه الحلوه دي، راس صغيره كده، كل قرص حوالي نص كيلو. هسيحه، واخده اسيحه بالمره عشان بقى كان العيد قرب، وكنت عايزه اسيحه عشان طبيخ العيد. وكمان كان عندي في الفريزر نص كيلو من السجق، كنت شايلاه برضو لوصفة العيد، وقلت يلا ما بدهاش بقى اطلعه واعمله. جبت عندي بصلتين هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين، بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي هنقطعهم كده طرنشات. تعالوا بقى واحنا بنقطع البصل احكي لكم انا حصل فيا ايه. طبعا قبل الوقفه بيوم انتوا عارفين ان كل ست بتجيب طلبات بيتها، بل انا اختلف عليكم، انا شيف ولازم اجيب حاجه الوصفات كلها، ودماغي بتبقى قد كده، ولو نسيت وصفه يعني اللي هيجرالي بلاش اقول لكم بقى. تمام. اللي حصل لي، صحيت من النوم الصبح لقيت بنتي بتصحيني طبعا بعد ما فرشت الشقه، تقول لي الحقي يا ماما الدنيا غرقانه ميه. الميه طبعا كانت قطعه، وبعد ما فرشت الشقه سابوا لي الحنفيه والحوض، السداده بتاعه الحوض اتملت، والميه غرقت لي الدنيا وغرقت لي المطبخ وغرقت لي اوضه النوم وغرقت لي الصاله وغرقت لي الشقه كلها. وانا نايمه، وهم ساعتين اللي قلت هنامهم من بعد ما صليت الفجر لحد الصبح. تمام. صحيت بقى اليوم بدأ من اوله كده. بصوا بقى، انا ورق العنب كان عندي اتشرب، كنت عامله له تشريبه بمرق الدجاج بطعم اللحمه وطماطم، وشربت ورق العنب وحاطه السمنه بتسيح اهي. و آه عندي طاسه هعمل بقى السجق، حطيت بقى في الطاسه على النار بدون ماده دهنيه زيت، قصدي بصل. وده كان حاجات بعد يوم طويل، ولكن كمان ما كانش خلص. بعد كده بقى كان اليوم ده عندي بقى مجايب طلبات وعندي قبض وعندي مشاوير، خلصتها طبعا بعد ما المية اتلمت وصحيت على موضوع المية ده، والحمد لله. بصوا هنا انا بضيف شوية زيت، وصفة السجق دي حلوة جدا. حطيت البصل كده وبضيف شوية زيت صغيرين مش كتار، لان طبعا السجق هينزل المادة الدهنية بتاعته. تمام. بقلب البصل كده. عايزه اقول لكم بقى، شوفوا انتوا بقى بعد ما تفرشوا فرش العيد وتفرشوا الحاجه وتنضفوا الشقه وتصحوا بقى تلاقوا الدنيا غرقانه ميه. ده الكارثه اللي حصلت معايا انا. بعد كده بقى وانا صايمه خدتها مشاوير مشاوير ومجايب طلبات، وفي الاخر ختمت بالفطار، لان طبعا كله كان صايم. و كنت لسه مش قادرة ودماغي واقفة جدا. قلت لهم لا، افطركم النهاردة الموجود، ويوم الوقفة يحلها ربنا. بصوا بقى معايا حبايب قلبي، دلوقتي بقى بعد ما البصلة دبلت معايا نزلت بالسجق، وبدأت ان انا اشوح فيه. ده نص كيلو من السجق البلدي، وعندي بسيح السمنة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هو كان كيلو سمنة واحد، ولكن انا سيحته عشان خاطر طبيخ العيد بقى، كل سنة وانتوا طيبين. وورق العنب على العين التانية. اول ما السمنة دخلت في السوا زي ما انتوا شايفين، حطيت لها ربع معلقة من الملح. خلاص السجق اتشوح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هروح جايبة السكينة وهبدأ اعمل فتحات في السجق عشان يطلع لي كل المادة الدهنية اللي فيه، عشان انا ما كملت يعني ما كترتش في الاول وحطيت سمنة وزيت لا، انا حطيت شوية زيت بس عشان البصل ما يتحرقش، و البهاريز اللي في السجق كلها تنزل. بصوا هنا كانت السمنة بقى بتهدى على النار شوية، فنقلتها وهسيبها لحد ما اشيل
الريم بتاعها اللي فوق الوش ده، وبعدين اسيبها تبرد وافضيها في بطرمان. بصوا معايا حبايب قلبي، هنا ضفت ملح وفلفل اسود بس على السجق بتاعي فقط لا غير. تمام. هسيبه بقى، حطيت له شقشاق ميه كده وهسيبه لحد ما يستوي. بصوا بقى السمنه بتاعتي سيحتها، يعني ريحتها كويسه مش بطاله. بصوا معايا حبايب قلبي بقى، جبت بقى الاطباق، خلاص كانت المغرب قربت. كل سنه بقى وانتم بخير، والعيد خلاص خلص، وانا عارفه ان الفيديو ده متاخر عليكم بس سامحوني. بس عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده تعرضت لكميه مشاوير وضغط نفسي والكارثه بتاعت ان الميه ساحت في الشقه كلها. والله العظيم يعني كان يوم ما يعلم به الا ربنا، بس تمت بحمد الله، والحمد لله على كل حال. وربنا بيسترها دايما معانا يا رب، على قد ما بيدي اي حاجه وحشه على قد ما ربنا برضو بيسترها. بصوا هنا السجق بقى بتغرفوه كده بالصوص بتاعه بقى بعد ما سبتوه استوى على نار هاديه. اشوفكم على خير، السلام عليكم. ما تنسوش المتابعه والاشتراك.